السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، مرحبا بكم في وصفه جديده على قناه نور زينده. كنتمنى ان شاء الله قبل ما نبدا في الوصفه انكم تشتركوا في القناه تشجيعا لها، والى عجبكم هذا الفيديو او تعجبكم محتوى الطبخ فما لكم الا انكم كما قلت لكم تشتركوا، تخليوا لي واحد لايك على الفيديو وتشجعوا المحتوى الهادف. لايك ما كيكلفكم والو، وحتى الاشتراك ما تيكلفكم والو، فقط كتضغطوا على زر الجرس كتفعلوا هذاك الجرس وصافي. هادشي اللي كاين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال الكيك بالتفاح وبالفواكه الجافه. الصراحه اش غنقول لكم، لذه لا تقاوم، بسيط جدا في العمل ديالو. كما دائما الشعار ديالي هو انني كندير الحوايج يعني هادشي راه تنتعمدوا اللي ما كياخذوش وقت، وما تندير وصفات اللي هما معقدين وتياخذوا وقت وداكشي، ولكن ما كنبغيش نشاركو مع الجمهور ديالي او مع المتتبعين ديالي بلا ما نكثر عليكم قوه بالبلا بلا بلا. غادي ندوزو، عندي هنا 2 تفاحات وغسلت الثالثه وجدتها باش نشوف الكميه اللي غادي تعطيني هاد 2 تفاحات. الا عطاتني القدر اللي بغيت غادي نكتفي غير بجوج، وإلا ما عطاتنيش غادي نزيد الثالثه. حكيتهم غسلتهم مزيان وحكيتهم بالقشره ديالهم في الحكاكه الغليظه. غادي نزيد عليهم 100 غرام ديال الزبيب و100 غرام ديال اللوز ايفيلي، واللي بغى غادي يزيد النوازل، غادي يزيدوا قطع التمر، غادي تزيدوا المهم الفواكه الجافه نتوما كتلعبوا فيهم كي بغيتوا. غادي ندير واحد العصير ديال حامضه كما كتعرفوا باش ما يكحلش لينا التفاح، ما يتاكسدش لينا التفاح، وغادي نخلطو وغادي نحطو على جنب. غادي ندوزو للمرحله ديال لو كيك. غادي نحتاجو 3 البيضات يكونوا من الحجم الكبير ويكونوا درجه حراره المطبخ، يعني يكونوا مخرجينهم من الثلاجه بواحد 2 ولا 3 سوايع. وحتى اللي نساو ما خرجوهمش مثلا في اي كيك سواء بغيتو تطبقوا هذا او شي كيك اخر، فانا بعض المرات تيطرى ليا كنهز المدافي تنحطهم فيه حتى كنبغي ندير عاد كنخرجهم من المدافي. غادي نحتاج 175 غرام ديال السكر الابيض او الاسمر. انا درت لاكاسوناد كما قلت مع 3 البيضات مع واحد الساشي ديال الفاني. يمكن لكم تعوضوه بالفاني السائله، غير اللي بغيت ناكد عليه انه الكيك فعلا اللذه ديالو لا تقاوم. كنخلطوه فقط بالطراب اليدوي حتى كيذوب لينا السكر. غادي نزيد 175 غرام ديال الزبده اللي تكون الى حد ما ماشي ذوبتها، انا غير حيدتها من الثلاجه وحطيتها حدا كنت دايره الطاجين فوق البوطه وحطيتها حدا الكويزينير، يعني داك الصهد ديال سميتو كيضرب فيها، ما ذوبتها لا في ميكرووند لا والو. المهم تكون هي شويه هكا مطلوقه مزيان باش انها تنسجم لينا مع العناصر. واخا بقاو لكم حبيبات ما تلفتوش لهم لانهم اكيد غادي يذوبوا من بعد. كنخلط. غادي نزيد 15 سنتيلتر ديال الحليب، 15 سنتيلتر ديال الحليب ما يعادل تقريبا كاس الا ربع تاع الكاس ديال الشاي اللي كنشربوا بها حتى حنا. غادي نزيد معلقه صغيره ديال القرفه، اللي تيبغي الذوق تاع القرفه يكون مزيان يزيدو يكثر منها يعني. صافي وتنخلط كما قلت لكم. راه فيه به راه دغيا راه هي التصوير تيشد منا وقت وقوه عبر قوه هاديه، اما اللي خدام بوحدو راه دغيا ما تجي فين ديري فين يطيب الملاتاي حتى تكوني انتي خلطي هذيك الكيكه وحطيتيها في الفران. وكنزيد الدقيق تقريبا 275 غرام حتى 280 غرام، تتبقى على حسب الدقيق بطبيعه الحال. فبعض المرات انا ما كنذكرش شحال ديال الدقيق لانه كل كيكه
وشحال تاتي كل دقيق، وشحال واش كيتشرب، واش البيض كبير، واش درتو 4 البيضات ولا 3. المهم كتخلطوه حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. وكتزيدوا خميره الكيماويه 14 غرام. كتخلطوا غير بالطراب اليدوي فقط. كما قلت لكم كيكه ساهله دغيا. كانت بنتي هي اللي بغات تصوبها، ولكن في الاخر قلت لها شوفي انا غادي ندرك دغيا باش تعرفوا باللي راه اي واحد يقدر، زعما هذا الشيء اي واحد يقدر يصوبه، خصوصا البنات المبتدئات. نزيدوهم يعني اللي 12 عام 13 عام 11 عام، نزيدوهم للكوزينه يبداو يديروا لنا بحال هاد الوصفات هادو، نشجعوهم حتى هما على انهم يهتموا للمحتوى الهادف وشي حاجه اللي تنفعهم في الدنيا وفي الاخره من الاول. القوام تقريبا اللي بغيت هو هذا كما كتشوفوا، فهو ثقيل الى حد ما. غادي نضيف له داك الخليط الاول ديال التفاح والفواكه. تقدروا ديروا حتى دوك الفواكه المعسله تتجي فيها زوينه. وكنضيف الخليط. اسهل من هذا الكيك ما كاينش، واطيب منه. كاين اطيب منه الصراحه. جميع الكيكات اللي درت في القناه فانا متميزه بالفطائر والكيكات الصراحه، وتلقى مشاهده ضعيفه بزاف. ما بغيت نقول لكم ما عرفتش شنو هو السبب. احنا عرفنا السبب هو انه الناس تلهاو فاتحه روتيني وفي روتيني الليلي وروتيني اليومي وفي القنوات ديال الصرف الصحي، وتلهاو مع الناس المشهورين اللي صعفهم الحظ من البدايه انهم يتشهروا، رغم انه الوصفات يعني وصفات هي وصفات يعني غير واحد القناه كبيره عندها حظ انها تشهرات من الاول، والقناه الصغيره كتعاني من قله انه ما عندها ما حلفهاش الحظ. ثانيا المتتبع اللي نساق وراء المؤثرات يعني الخارجين عن الطريق بكل صراحه. فبنادم ما بقاش كتهمو شي حاجه اللي تفيدو، وحنا كنشوفوا المحتويات اللي كتطلع فغير فشر عليا نفشر عليك، والمكياج اللي كدير المكياج في الطوموبيل، واللي كدير الميناج ديالها بكل وقاحه، واللي بتتخصل الهضره، واللي حنا عارفين هذا الشيء، يعني عارفين المتتبع فين مشى واللي ما عنده سوق. صافي كنديروا هذيك الكيك في القالب اللي ديجا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وحطيته في الثلاجه. هاد العمليه هذه ما كيلصقش نهائيا، يعني بمجرد واخا يبرد الكيك. كاين بعض المرات كيخرج الكيك وتتخليه يبرد تيلصق، ضروري خصك ترجعيه باش يدير. هذا واخا تخليه يكون بارد يكون سخون كيتقل به كيتحط راسو بهذه العمليه ديال ان الكيك يكون المول يكون مدهون مسبقا. صافي من بعد ما خرجتها من الفران راه هذه هي النتيجه. دهنتها كما شفتوا من الاول ديال الفيديو بالكراميل. تقدروا ديروها بالشوكولات، تقدروا تخليوها هكا، تقدروا تزين، تيبقى على حسب نتيا اشنو بغيتي ولا نتا اشنو بغيتي تاكل. انا زينتها بالكراميل والصراحه لذيذه بزاف الصراحه. كنتمنى الوصفه تعجبكم، وتنقول لكم شكرا لكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله.